السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم عن الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح. لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. كان أبو عبيدة وضيء الوجه، بهي الطلعة، طويل القامة، ترتاح العين عندما تراه، ولكن إذا حزم الأمر كأنه نصل السيف رقة وحدة. وصفه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قائلا: ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها، وأحسنها أخلاقا، وأثبتها حياء، إن حدثوك لن يكذبوك، وإن حدثتهم لن يكذبوك: أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وأبو عبيدة بن الجراح. كان أبو عبيدة من السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم بعد أبي بكر الصديق بيوم واحد على يدي الصديق رضي الله عنهما. في غزوة بدر انطلق أبو عبيدة في المعركة يصول ويجول، وكان كفار قريش يهربون منه في المعركة، إلا رجل واحد كان يلاحق أبا عبيدة بن الجراح يريد قتله، إلا أن أبا عبيدة كان يحاول أن يتحاشاه ويبتعد عنه، وهذا الرجل يصمم ويلاحق أبا عبيدة يريد قتله، فقتله أبو عبيدة بسيفه، ففلق رأسه إلى نصفين. لقد كان هذا الرجل هو عبد الله بن الجراح والد أبي عبيدة، ولقد نزل بذلك قرآن يتلى إلى يوم الدين. قدم وفد من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه رجلا يحكم بينهم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا عبيدة بن الجراح، حيث وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتئذ بالقوي الأمين. وفي يوم أحد صاح أحد المشركين يصيح: دلوني على محمد، لأنه يريد قتله. وكان أبو عبيدة من العشرة الذين أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون حمايته. فلما انتهت المعركة جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وشج جبينه، ودخل في وجنتيه حلقتان من حلقات درعه، فأراد أبو بكر انتزاعهما من وجنته، فأقسم عليه أبو عبيدة أن يتركها له، فخشي أبو عبيدة إن اقتلعهما بيده أن يؤلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعض على واحدة عضا قويا محكما حتى وقعت سنه الأمامية، ثم عض على الثانية عضا قويا حتى وقعت السن الثانية. قال أبو بكر: كان أبو عبيدة أحسن الناس هتما، والأهتم هو من انكسرت أسنانه الأمامية. قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة: ابسط يدك لأبايعك، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا، وأنت أمين هذه الأمة. فرد أبو عبيدة: ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا في الصلاة. ثم بويع بعد ذلك لأبي بكر الصديق، وكان أبو عبيدة خير معاون له، ولم يعصه في أمر أبدا. ومن ثم كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكان له خير معاون أيضا، ولم يعص له أمر إلا مرة واحدة، عندما انتشر الطاعون في بلاد الشام، وكان أبو عبيدة فيها، أرسل عمر بن الخطاب إلى أبو عبيدة يأمره أنه بمجرد أن تصله الرسالة يركب قادما إليه لأنه بحاجته، إلا أن أبو عبيدة كتب إليه أنه لا يريد فراق أصحابه حتى يرفع الله عنهم هذا الابتلاء. وعندما قرأ عمر بن الخطاب رسالة أبو عبيدة بكى بكاء شديدا، حتى ظن الصحابة أن أبا عبيدة قد مات، فقال عمر: لا، ولكن الموت منه بقريب. فأصيب أبو عبيدة بالطاعون، وعندما حضرته الوفاة أوصى جنوده فقال:
إني أوصيكم بوصية إن قبلتوها لن تزالوا بخير. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا، فإن المرء لو عمر 1000 حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصير هذا الذي ترون. إن الله كتب الموت على بني آدم فهم ميتون، وأكيسهم أطوعهم لربه وأعملهم ليوم معاده، والسلام عليكم ورحمة الله. ثم التفت إلى معاذ بن جبل وقال: يا معاذ، صل بالناس. ثم ما لبث أن فاضت روحه الطاهرة، فقال معاذ: أيها الناس، إنكم فجعتم برجل والله ما أعلم رجلا أبر صدرا ولا أبعد غائلة. غائلة أي بعيدا عن الشر والحقد الباطن، ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه يرحمكم الله. رضي الله عن أبي عبيدة وعن جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.